اكيد اللي انا هقوله ده حصل مع ناس كتير، ان انت تكون متضايق وزعلان من حاجة، يعني متضايق وزعلان، وبعدين يجيلك خبر مثلا او شيء يفرحك وانت كنت زعلان خالص قبليها. حاجة تفرحك وتطلعك من المود خالص، تبقى فرحان. زي ما ربنا كرم سيدنا محمد بمعجزة ضرب البراق من المسجد الحرام للمسجد الأقصى، وهناك صلى بالأنبياء، وبعديها بدأت رحلة السماوات السبع لحد ما وصل لسدرة المنتهى. كان في كل سماء بيقابل نبي آدم ويوسف وإدريس وهارون وموسى وإبراهيم، كتير من الأنبياء. وفي آخر الرحلة ديت ربنا فرض الصلاة علينا، بدأت ب50 صلاة، لكن برحمة ربنا بقت 5 صلوات في الآخر. أجر 50، يعني 5 صلوات ده أجر 50 صلاة. اللي احنا اتعلمناه من القصة دي إن مهما كان جواك من حزن، ثق في الله وإن هو إن شاء الله يخرجك من الحزن ده، واصبر وهتلاقي الفرج بإذن الله. اتعلمنا كمان إن ربنا رحيم بينا، وخلى الصلاة بدل ما كانت 50 صلاة بقت 5 صلوات بس.